السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلاسيكو المشتعل بين الريال والبارسا قبل بدايته وقبل ضربة البداية، الريال قيل ويقال على أنه هدد بالانسحاب من الفاينل، من النهائي التاريخي بينه وبين برشلونة، وحرمان ملايين المشاهدين من متابعة الكلاسيكو. نعم، بداعي طبعا اعتراض على الحكم الذي سيدير المقابلة، وطالب من الاتحاد الإسباني تغيير حكم المقابلة. هنا يأتي لسه البيان، في حين نفى نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي التقارير الأخيرة التي زعمت بأنه يدرس الانسحاب من نهائي كأس الملك الإسباني ضد برشلونة غدا السبت. وقال النادي الملكي في ظل الشائعات التي دارت في الساعات الأخيرة، يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يفكر بتاتا ومطلقا في الانسحاب من نهائي الغد، وأضاف أنه يتفهم أن التصريحات المؤسفة وغير اللائقة التي أدى بها الحكام المعنيون بهذه المقابلة والتي صدرت قبل 24 ساعة من المباراة النهائية لا يمكن أن تلوث حدثا رياضيا ذا عالمية سيشاهد مئات الملايين من الناس، كما أننا نحترم جميع المشاهدين الذين يخططون للسفر إلى إشبيليا وجميع أولئك المتواجدين بالفعل في العاصمة الإسبانية. هكذا صرح نادي ريال مدريد. ويعتقد نادي ريال مدريد أن قيم الكرة يجب أن تسود على الرغم من العداوة والحقد الذين ظهر مرة أخرى اليوم ضد نادينا من قبل حكام المعنيين للمقابلة النهائية. نعم، صراحة ريال مدريد عانى كثيرا في المقابلات الأخيرة في الدوري الإسباني من بعض القرارات التحكيمية هنا، ويشار على أن كيليان مبابي مهدد من المشاركة في المقابلة في الكلاسيكو، بداعي أنه لا زال يحس بألم في كاحله. آثار إسبانيا قالت أن مشاركة مبابي في الكلاسيكو ستبقى في محل شكل كبير حتى اللحظة الأخيرة.